السلام عليكم. هذا الفيديو هذا بغيت يوصل لوزير الصحه بالمغرب. انا كنت درت شكايه، انا اليوم كحنان كنت درت شكايه بواحد المستشفى. غنعاود لكم القصه ونعاود لكم النتيجه فين وصلت مع المستشفى هذا. كنت حامله ديك الساعه في 2019 كنت حامله، الامور في امان الله. واحد الليله جالسه مع ليا ما بيا شدني واحد الوجع قاسح، وجا مع الوحدة الصباح. كنت ألم كنموت وكاينه في الدار غير انا والزوج ديالي. شدني داك الوجع، بقيت كنتقطع. كندوي مع اختي في الواتساب، مالك شدني واحد الوجع فين؟ كنعيط ليها شدني هنا شدني هنا. قالت لي راه يمكن المصران وانا ما واكله حتى شي حاجه. قالت لي اختي راه واقيلا المصران، شوفي الا عندك النافع نوضي شربي النافع. فعلا مشيت على وعدي وسعدي، هزيت داك النافع طيبته خليته حتى برد شربته والو. اللي قالت لي اختي نوضي ديري شويه الكمون، نضت خديت شويه الكمون كنشربو انا حامله والو. بقيت تقريبا من الوحده حتى للربعه الصباح انا كنبغي غير نتكا ابدا. ما لاقيه راحتي في الوقوف، ما لاقيه راحتي في الجلوس، ما لاقيه راحتي في حتى شي حاجه. داك الالم بقى كيتشد عليا. توصلت الربعه الصباح وانا نمشي عند الزوج ديالي فيقته. قلت لي نوض ديني المستشفى، انا حرفيا كنموت. فعلا ناض هزني داني المستشفى. مشينا. انا مولفه المستشفيات، يعني من نهار بديت في الحمل ديالي، وراه قلت لكم فيديو سابق، وانا الوقت ديالي يوميا في المستشفى، يوميا يا اما كيجي يديني الزوج ديالي يا اما الاسعاف يعني تقريبا 5 دقائق كتكون عندي. عمرني ما واجهت شي مشكل حتى لهداك النهار. المهم مشينا للامرجنسي، دخلنا. مالك من السيده شنو عندها؟ قال لي ما عرفناش. قالت لي بانها كتوجع تقريبا دابا اكثر من 4 سوايع والسيده كتوجع، غير الالم ما عرفناش شنو. والمراه ملي كتكون حامله كيخافوا منها، ما يقدروا يعطوها حتى شي حاجه. دخلوا السيستم قلبوا الطبيبه اللي متبعه معاه. انا مشيت للامرجنسي ديال نفس المستشفى اللي متبعه مع الطبيبه الحمل ديالي. مني دخلوا قلبوا لقاو الطبيبه خارجه كونجي، ياك خارجه كونجي ماشي مشكل. عطاوني واحد مخفف الالم، قال لي غادي ندكوا لك واحد مخفف الالم لانني فعلا كان ماشي كنموت، صدقا كنموت. بين ما جات الطبيبه غنديروا لك السونار باش نعرفوا شنو عندك. ما يمكنش يديروا لي اشعه لانني حامله، فغيديروا لي السونار يعرفوا شنو عندي. سالات ساعه هذاك مخفف الالم صافي مشى الاثار ديالو. رجعت كنتالم. خرج الزوج ديالي فينا هما الممرضات، هذا جاو الممرضات كيجروا شنو واقع. صافي راه مخفف الالم راه مشى الاثار ديالو. حنا غنبقاو جالسين هنا، السيده راه حرفيا كتموت وحامله ما عارفين شنو عندها، وانا كنتقطع بالالم. قال لي واخا غديها البلاصه الفلانيه تما فين غيديروا لها السونار. جا هذاك المساعد حطني في الكرسي غادي بيا، جرني حتى حطني حدا البلاصه اللي غادي ندير فيها السونار. بقينا كنتسناو نص ساعه. نص ساعه جاتني كثيره لانني حامله، لانني كنتالم. عاد فاش جايه الطبيبه، جات الطبيبه السلام عليكم دخلي تفضلي مرحبا. دخلت دارت لي السونار الكرشي. وهي تقول لي ما عندكش؟ انا عند بالي المصران. قالت لي لا ما عندكش المصران وانما عندك الحجر في المراره، وسيري عند الطبيب راه هو غادي يشرح لك. انا مع الحمل والهرمونات مخربقه والنفسيه لا اله الا الله كيعلم بها غير الله سبحانه وتعالى. قالت لي الحجر في المراره. انا الحجر في المراره عندي هو الموت صافي. قالت لي راه انت راه غادي تموتي. لا يوريكم عرفتي واحد الضيم طاح عليا. المهم هزني راجلي حطني في هذيك الكروسه. غاديين قال لنا الطبيب راه غيكون في البلاصه الفلانيه وتصنتوا المشكل اللي غادي يوقع. مشينا لقينا واحد الطبيب غادي من هذاك الكولوار، مبينه بانه كان كياكل واش كان كيفطر ولا شنو. المهم سولو الزوج ديالي قال لي السلام عليكم عارفك الدكتور الفلاني؟ قال لي هو انا. هو يقول لي انت فلان، حيت وصلوا ليه بان راه جات واحد السيده وراه غتجي عندك وراه الملف ديالها وكذا وكذا شنو. قال لي ما عندك حتى حاجه، عندك غير الحجر في المراره. دابا انت حامله ما نقدروا نديروا معك حتى شي حاجه. سيري لدارك ارتاحي حتى تولدي وجي ديك الساعه ديري العمليه. فقط هادشي اللي قال لي، وفي الكولوار ماشي حتى استقبلني في المكتب ديالو. خرجنا صافي مشينا للدار. الحمد لله داك مخفف الالم اللي عطاوني خفف لي الالم. مشيت لداري في امان الله. دابا وقعوا لي 2 الحوادث، غنتكلم غير على هذا الحادثه، ولكن انا الشكايه اللي درتها ب2 الحوادث. المهم نهار الاخر تشهيت بطاطا مقليه. تشهيت بطاطا مقليه، قلت لراجلي والو تمشي تجيب لي بطاطا باش نقليها. مشى جاب لي فعلا بطاطا قليتها، غير كليتها. وبالنسبه للناس اللي عندهم المراره عارفين بان شي حاجه سميتها الدهون ما خصهمش يقربوا ليها بالمره. بالخصوص انا عندي الحجر رقيق، يعني الله يحفظ لي قصه طلعت شي حجره صافي مشيت فيها. وما يقدروش يديروا لي عمليه لانها غتاثر على الجنين، ولانها تيكون بنج كلي فعل اكيد الجنين الله يرحمه. فما بغاوش يغامروا.
كليت بطاطا مقليه، انا ما عارفاش والطبيب ما شرحش ليا الحاله ديالي، غير كليت ديك بطاطا مقليه. هو يرجع لي الالم اللي غيفهمني دابا، هو اللي عارف الالم ديال المراره ودايزه منه المراره. شخص اخر ما غيعرفنيش. انا الالم ديال المراره والعمليه اللي درت ديال المراره جاتني اصعب بكثير من العمليه ديال الولاده، مع ان الولاده ديالي كانت قيصريه ماشي ولاده عاديه، لكن الالم ديال المراره صدقا لا يطاق. جا الزوج ديالي من الخدمه لقاني كنموت، مالك ياك ما كاين باس كنموت. هزني داني عاوتاني الامرجنسي، مالك ياك ما كاين باس ما عرفناش. دخلت للسيستم قالت لي انت البارح كنتي في المستشفى، اييه، ولقينا عندك الحجر في المراره، اييه، وشنو وقع دابا؟ والو، كنت جالسه قليت شويه البطاطا وما يقول لي بلاتي راه كاين طبيب نسائيه غتمشي عنده في بلاصه الطبيبه ديالك حيت ما كايناش. ملي مشيت عند هذاك الطبيب ديال النسائيه دخلت عنده لا يحرق فيه شي عظم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ياك ما كاين باس؟ قلت ليه شنو وقع. ويقول لي واش من نيتك؟ دا هو ما قالش بحال هكا انا المقصد. قال لي من كل عائلاتك؟ قلت ليه كيفاش من كل عائلاتي؟ قال لي واكله بطاطا مقليه. قلت ليه تشهيت، انا حامله، انا اتوحم. قال لي انت عندك حجر في المراره، يعني اي حاجه فيها الدهون خاصك تبعدي عليها بالمره، بالاضافه عندك حجر رقيق، يعني انت في خطر في اي مرحله الله يحفظ. فكيفاش كتاكلي المقليات؟ قلت لي انا ما شرح لي حد. قال لي لا، على الطبيب البارح اللي شفتي؟ قلت لي ما شرح لي حتى حاجه. معانا تبارك الله خاص غير اللي يجبدني. داك الالم اللي دوزت انا دابا كنتكلم بكل اريحيه، ولكن الله وحده يعلم داك الالم اللي دوزت. تخيلوا، ساليت من عند الطبيب، رجعت للدار. اول حاجه درتها خدمت هذيك البرينتر اللي ورايا، خدمت البيسي عندي، جبت جميع القوانين حطيتهم ستفتهم وجلست كتب يا ما تكتب. وانا كنت ما في الايامات العاديه حتى الزوج ديالي تصدم، كنضل مصلبطه غير ناعسه، ما كنوضش، ما كنطيب، ما كندير حتى حاجه، صافي شبه ميته. عرفتي مع داك الالم اللي كنت دوزت، هزيت اختكم بدات كتكتب عمرت 3 الوراق. هو في العاده هنا ملي كنبغي نديرو شكايه كتمشي للمصلحه ديال الشكايه، كاينه في جميع المستشفيات كاينه مصلحه ديال الشكايات، كتمشي كتقول لهم بغيت ندير شكايه، كيعطيك واحد الورقه كتعمريها كدير فيها الاسم ديال الطبيب كذا 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 وجميع المعلومات الاخرى المتعلقه بالقضيه ديالك وكتقدمها لهم. انا لا، بغيت نكتب لهم داك الشيء بيدي باش نشفي الغليل ديالي. بالاضافه كان هذا هو ثاني مشكل. اول مشكل كان الطبيبه ديالي كانت عطاتني ندير الفحص ديال السكري الحمل ياك، ومشيت نهار الخميس، وكان الويكاند عندنا هنايا خميس وجمعه، فماشي سبت وحد بحال المغرب دابا اللي ولا عندنا السبت وحد، اما كان عندنا هذا الويكاند الخميس والجمعه. مشيت الخميس قال لي سيري حتى السبت وخصني نكون صايمه. المهم وقع مشكل، نعاودوا لكم في فيديو منفصل باش ما يجيش هذا الفيديو هذا طويل. فجمعت ليهم المعلومات ديال المشكل الاول اللي وقع ليا والمشكل الثاني اللي وقع ليا، حطيتهم في هذيك الشكايه. قديتها صايبتها، قلت للزوج ديالي ديني المستشفى غنمشي نحط هاد الشكايه. مشيت عطيتها للسيكوريتي، وانا فهمتي درتها في يد الله، سوا غيتواصلوا معايا ولا ما غيتواصلوش معايا. دازت مع يومين ولا 3 ايام بالحساب حتى كيجيني اتصال هاتفي، الو السلام عليكم. وعليكم السلام، حنان، اييه معاك مديره المستشفى الفلاني، مرحبا، توصلنا بواحد الشكايه ديالك، اييه، الله يجازيك بالخير والاداب والصواب، باش كتكلم شنو الوقت المناسب ليك باش تجي عندنا المستشفى، تشرفينا المستشفى باش نناقشوا ما جاء في الشكايه ديالك. قلت لها مرحبا، انا غادي نشوف الوقت المناسب ليا ورجع نتواصل معاك. قالت لي ماشي مشكل، انا غنرجع نتواصل معاك. شحال ديال الوقت؟ قلت لها واحد ساعه فحال هكاك. فعلا رجعت تواصلت معايا، قلت لها الوقت الفلاني نهار الفلاني. قالت لي غتجي المستشفى، غتصولي في الريسبشن، قول لهم المديره ديال المستشفى راه غيجيبوك حتى المكتب عندي. فعلا مشينا داك النهار الموعود، مشينا دخلنا عند المديره، استقبلتنا احسن استقبال، السلام عليكم كي دايره، لاباس عليكم، ما شاء الله منوره وكذا وكذا، فهمتي، وكتضحك وهذا. قالت لي ما عندي مثال، قالت لي في اخبارك اول مره غتجينا شكايه بالطريقه اللي جبتيها انت، يعني كلفتي على راسك وشفتي محامي؟ قلت لها ما شفت لا محامي لا محاميه، في خاطري انا نحامي على قبيله وتجيني قليله من داك القهر. الانسان ملي تيكون مقهور سبحان الله تولي فيلسوف، تولي عالم، تولي كل شيء على عين. قلت لها لا، هذيك الشكايه انا اللي كتبتها. قالت لي مرحبا، المشكل اللي وقع؟ قلت لها شنو بقينا كنتناقشوا، على الاكيد ما غتقولش لك في الاول غتبغي تدافع وكذا. قلت لها شوفي كاينين الكاميرات في المستشفى كامل، وهذه يعني ميزه كاينه في هذه الدوله هذه، هي ان الكاميرات باغتو، فين ما مشيتي تلقى الكاميرات.
قلت لها كاين الكاميرا في المستشفى، هذا الدكتور هذا اول خرق بعد دارو هو انه ما استقبلنيش في المكتب ديالو، هذا الشيء ممنوع عليه، انه استقبلني في الكولوار، ما قالش لي الخطوره ديال المرض اللي عندي، وهذا الشيء اللي ترتب عليه انني رجعت للمستشفى في النهار الثاني. قلت لها وزائد الشكايه راه عندك، راه كل شيء منصوص عليه، وغنخلي لكم نسخه هنايا، ما غنحطش لكم داكشي الاول لان فيه معلومات شخصيه ليا، داكشي اللي وقع غنخلي لكم غير الصفحه الاخيره شنو طلبت فيها بناء على المشكل الاول والثاني، لان غتشوفوا مجموعه من الاشياء راه وقعوا لي جوج المشاكل ماشي. قالت لي صافي انا غادي نجتمع مع الطبيب ومع الطبيبه اللي قلتي اللي كانت دارت لي السونار، وان شاء الله تعالى غنرجعوا نتواصلوا معك. فعلا بعد اسبوع غيرجعوا يتواصلوا معايا، قال لي فعلا تاكدنا من الكاميرات ديال المستشفى بان داكشي اللي قلتي صح، ان هذا الدكتور ما استقبلكش في المكتب وانما اكتفى ان هضر معك على برا. داكشي اللي حطيت لهم انا في الشكايه بالتفصيل، ما زدت عليه ما نقصت عليه. قال لي لالا سيري في حالاتك، واش انت عايشه في المدينه الفاضله؟ هذاك راه دكتوره لالا باغا تقادي معاه من انت؟ لا. وصلوا لوزير الصحه، تم توقيف هذاك الطبيب ياك، غير لمجرد انه ما نبهنيش، ما قالش لي بان ما خصكش تاكلي اي حاجه فيها الدهون، ما عطانيش مجموعه من النصائح اللي هو يعرفها عز المعرفه كطبيب، انا مجرد مريضه. تم التوقيف ديالو شهرين ياك، وهذيك الطبيبه حتى هي تم الخصم من الراتب ديالها، وقالوا لي هذه هي العقوبات اللي غتكون، الا عجبك الوضع مرحبا، ما عجبكش عندك الحق انك تمشي تلتجئي للقضاء. هادشي اللي قالت لي المديره، قالت لي بغيتي تلتجئي للقضاء، حنا العقوبه اللي عطينا للطبيب، العقوبه الداخليه الخاصه بالمستشفى عطينا للطبيب، واش عطينا للطبيبه. عجبك الحاله بنت الناس مرحبا، ما عجبكش عندك الحق انك تلتجئي للقضاء. كما يحسن لكم هادشي في المغرب؟ كما يحسن لكم هادشي كنعاود لكم في المغرب؟ لا، هادشي في دوله الامارات، هادشي وقع لي في دوله الامارات. عاد تنفست الصعداء، ماشي فرحت لداكشي اللي وقع لداك الطبيب وهذا، لا، وانما صدقا انا كانت حياتي على المحك. واذا كان شي طبيب هنا كيشاهدني غادي يعرف، ولا كاع ما تحتاجوش تدخلوا غير لجوجل سولوا انه انسان عنده الحجر رقيق. تخيلوا نهار اللي درت العمليه وحيدوا لي المراره من بعد الولاده، من بعد 12 يوم من الولاده ديالي باقا فاتحه كرشي، مشيت درت عمليه ثانيه ديال استئصال المراره، لانني صدقا كنت في وضع يعني ما عنديش الاختيار. الحجر كان عندي رقيق، عرفتي الا جلست طلعت غير شي حجره مشيت فيها، والمراره عندي عامره فل بالحجر. يعني هاد الطبيب هذا بالتهاون ديالو، لانه ما نصحنيش، قلت الله يحفظ انا غادي نودعك، كنت غادي نموت. فتشفى الغليل ديالي، فرحت وحمدت الله وشكرته انني في دوله فيها القانون، دوله ما كيعرفوش شكون انت باك، شكون من انت، يعاملونك بإنسانية لأنك إنسان فقط لا أقل ولا أكثر. لا يهم شكون انت ولا شنو كدير في حياتك ولا شكون باك شكون تصيلتك، بل أكثر من ذلك، راه ماشي غير هذا الشيء، تغيروا مجموعة من الأمور والله الذي لا رب سواه. مني مشيت عند الطبيب، كان ديك الساعه باقا ما جاتش الطبيبه ديالي، ومشيت عند هذاك الطبيب اللي قلت لكم في الاول مشيت عنده على حساب المراره، هو اختصاصي سميتو طبيب نسائي. وبديت ملي تكلمت معاه على سكري الحمل وهذا، وقلت لي راه شنو وقع لي، هو يقول لي واش انت مولات داك المشكل ديال سكري الحمل؟ قال لي واش اخبارك بان مجموعه من القوانين الداخليه تبدلات بسببك انت؟ واش اخبارك ان تكلمت على واحد النقطه ان خاصو يحطوا واحد الاعلان؟ راه حطوه، وفعلا مشيت الامرجنسي لقيتهم حاطين هذاك الاعلان اللي تكلمت عليه، وغندير لكم عليه فيديو مستقل باش ما يجيش هذا الفيديو طويل. فوصلوها لوزير الصحه، وزير الصحه ديالنا في المغرب. قولوا لي راه الاب ديال حنان كان امرض ضرو قلبه ومشى للمستشفى ياك ديال مدينه اسفين، ومشى عطاوه رونديفو عام، هذاك الرونديفو باقي محتفظ فيه بابا ليومنا هذا، عام. تخيلوا ان انسان حس بشي حاجه في قلبه عطاوه رونديفو عام. هذا الفيديو هذا درته بناء على الكلام ديال وزير الصحه اللي قال لك انه الجاليه المقيمه خارج المغرب تنتظر كل سنه لتاتي للمغرب باش تداوى.